السلام عليكم ورحمة الله يسعد أوقاتكم، باحب أرحب فيكم وبارحب بكل مشترك جديد بمر قناتي، باتمنى دائمًا تكونوا بخير يا رب، ورمضان مبارك ينعاد عليكم يا رب بالصحة والسلامة. وصفتنا لليوم هي معروق التمر أو خبز التمر بألذ نكهة وأنجح وصفة. شوفوا ما شاء الله طالعة معانا نتيجة المعروق ولا غلطة. لتحضير وصفتنا بداية بدي أحتاج لكوب من الحليب الدافئ، نزلت عليه 4 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، رح أقلبهم مع بعض وأغطيهم وأتركهم لحتى تتفاعل معاي الخميرة. وهلأ بعد مرور 5 دقايق بعد ما اتأكدت إنه الخميرة شغالة معاي بدي أحتاج لحبة بيض بحرارة المكان وبياض بيضاء الصفار رح نحتاجه لدهن الوجه. نزلت معلقة صغيرة من الفانيلا، نصف كوب من زيت النباتي، فيكن تستخدموا نصف كوب من الزبدة، معلقتين كبار من اللبن اللي هو زبادي، ورح أقلبهم مع بعض لحتى أتأكد إنهم اختلطوا تماما. بعد هيك حبيت نكهة بنكهة ماء الزهر، ضفت معلقة كبيرة من ماء الزهر، فيكن تضيفوا الشمرة أو اليانسون. بدي أحتاج بداية ل3 أكواب من الطحين، نزلتها على المواد السائلة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. رح أقلب مكوناتي مع بعضها لحتى تتكون معي عجينة. في حال حسيت العجينة لسه محتاجة طحين فرح أضيف نصف كوب من الطحين، هيك بكون استخدمت 3 أكواب ونصف من الطحين. هون كانت عجينتي محتاجة فضفت نصف كوب من الطحين وقلبت عجينتي لحتى تأكدت إنها تماسكت معي. وقت أوصل لهذا القوام بدي أستغني عن المعلقة وأبدأ أعجن عجينتي بإيدي. بعد هيك رح أنزل معلقة كبيرة من الزبدة بتعطيني نكهة وطراوة للعجينة. بدي استمر بالعجن لمدة لا تقل عن 7 دقائق لحتى أحصل على عجينة لينة وتعطيني هشاشة جدا عالية بعد الخبز. هلأ رح استمر بالعجن لحتى أحصل على عجينة لينة. وهذا هو قوام عجينتي بعد الاستمرار بالعجن. شوفوا ما شاء الله كيف طالعة معانا نتيجتها. بدي أغطيها وأتركها بمكان دافي لحتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد هيك لتحضير الحشوة أنا استخدمت التمر العادي، نزعت منه النواة ونزلت عليه معلقة صغيرة من الزبدة، نصف معلقة صغيرة من القرفة، بدي أعجنها لحتى أحصل على عجينة لينة. في هاي المرحلة فيكن تستخدموا التمر المطحون، إلكن حرية الاختيار. رح استمر بدعك التمر لحتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد هيك رح آخد كرة من عجينة التمر وأحاول أعملها على شكل أصابع بهاي الطريقة لحتى جهّزُن لحشوة المعروق بالطريقة الموضحة قدّامكن. وبهاي المرحلة فيكن تضيفوا أي نكهة بتفضلوا على التمر مثل الهيل أو الفانيلا أو الشمرة واليانسون، إلكن حرية الاختيار. بهالأثناء كانت عجينتي اختمرت وضاعف حجمها، بدي أفرّغها هلأ من الهوا. رح أرجع أدعكها دعكة بسيطة بس لحتى نتأكد إننا خرجنا كل الفقاعات من قلبها. شوفوا ما شاء الله كيف طالعة معانا نتيجتها. بعد هيك بدي أقطعها لكور متساوية بالحجم لحتى نبدأ بتجهيز المعروق. هلأ رح آخد كرة من العجينة بهذا الشكل، طبعًا حجم العجينة بتقدروا إنتم تحددوه. راح أكورها بهذا الشكل وأضيفها على طبق لحتى نتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة. راح أستمر بنفس الطريقة لحتى أقطع كل العجينة. وهلأ راح أغطي الكرات وأتركها ترتاح لمدة ربع ساعة لحتى يسهل علينا التشكيلة. وهلأ بعد ما ارتاحت معايا عجينتي أخدت كرة من العجين على سطح العمل، بدي أفردها بسماكة 2 مل باستخدام الشوبك. بعد هيك بدي أضيف عليها حشوة التمر يلي جهزتها وبدي أسكرها. أول مرة أرجع ألف العجينة مرة تانية. بعد هيك باستخدام السكين بدي أقطع العجينة المتبقية شرايط رفيعة بالطريقة الموضحة قدامكم. بعد هيك حبيت شكلها بهاي الطريقة، الطريقة جدا سهلة. باخد أول شريطة من العجينة بلف الشريطة اللي بعدها بداخلها، بعد هيك برجع بلف الشريطة يلي لفيتها لفوق العجينة بالطريقة الموضحة قدام، وبالنهاية برجع بسكر الأطراف على بعضها لحتى نحصل على شكل المعلومة. وهلأ رح أرجع شكل معاكم وحدة تانية لحتى أوضح لكم طريقة تشكيل المعروق. وهلأ بصينية الخبز ضفت ورقة زبدة فيكن تستغنوا عنها، وبدي أضيف حبات المعروق وبدي أترك بيناتهم مسافة لحتى إذا ضاعف حجمها ما تلزق ببعضها. هلأ رح أغطيها وأتركها لحتى ترتاح لمدة 10 دقايق قبل ما أدخلها على الفرن. لتحضير خليط التلميع بحتاج صفار بيضة، معلقة كبيرة من الزبدة السايحة ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض لحتى نقضي على زفارة البيض. بقلبهم مع بعض كتير منيح وبهيك بيكون جاهز معانا خليط التلميع.
هي الأثناء كانت عجينة المعروك ارتاحت معاي، تركتها تقريبًا لمدة 10 دقايق، هلأ رح أدهن كل قطعة من قطع المعروك بخليط التلميع يلّي ضفته، راح أضيف عليها رشة بسيطة من السمسم، فيكن تضيفوا كمان حبة البركة، وبدي أدخلها على فرن محمي مسبقًا على درجة حرارة 200، بخبزها بالأول من تحت لحتى يصير معاي الطرف لونه دهبي، بعد هيك بشغل عليها الشواية من فوق لحتى تاخد معانا اللون الدهبي الحلو. وهذا المعروك بعد ما طلعته من الفرن شوفوا ما شاء الله طلع معنا نتيجته روعة. هلأ مباشرة بدي أغطيه بقماشة لمدة لا تقل عن 10 دقايق لحتى تحافظ لي على الطراوة والرطوبة بداخل المعروك. شوفوا ما شاء الله كيف طالعة معنا نتيجته ولا غلطة، بنصحكم تجربوها. وهلأ بعد ما برد معانا المعروك حبيت زيد لمعة المعروك فدهنت الوجه بقليل من القطر، فيكم تدهنوه كمان بقليل من العسل. وهاي هي النتيجة النهائية لمعروك التمر أو خبز التمر، من ألذ الوصفات وأنجح الوصفات يلي ممكن تجربوها. فيكن تستخدموا العجينة للسينابون أو لكافة أنواع المعجنات وبس. وفضلا لا تنسوا لي اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، تفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله، وما بنعمل مشاركة للفيديو مع أصحابكم. صحتين وهنا يا رب، وشكرا لحسن المتابعة، ورمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة واليومين والبركة.